لا تخف ولكن احذر. قصة بعنوان الجثة اللي اختفت من التلاجة. مشرحة مستشفى قديمة في منطقة هادية في نص الليل، ووقت ما الدنيا بتهدي وبتبقى ضلمة. أحمد شاب في العشرينات بيشتغل مساعد في المشرحة، وظيفته إنه يستلم الجثث، يسجل بياناتها ويتأكد إن كل حاجة ماشية بشكل طبيعي. كان يومه عادي جدا، شوية إجراءات ورقية وشوية تنظيم في التلاجات اللي بتحفظ الجثث، لحد ما حصلت حاجة قلبت الدنيا. في جثة وصلت الساعة 8 بالليل، راجل خمسيني مات في حادثة عربية، وتم تسجيله في السجلات تحت رقم 306. أحمد استلم الجثة، سجل كل حاجة، وبعدها دخلها التلاجة المخصصة زي ما بيعمل مع أي جثة. بعدها بساعتين دخل المشرحة يراجع كل حاجة، بس حس بحاجة غريبة. باب التلاجة اللي حط فيه الجثة كان مفتوح. مش بس كده، الجثة مش موجودة جوه. أحمد وقف مصدوم، مش ممكن يكون حد أخد الجثة. المكان مقفول، مفيش غيره هو والحارس اللي بره. بدأ يدور في المكان كله، قلب التلاجات واحدة واحدة، شاف الكاميرات، بس الغريب ان اللقطات اللي كانت بتعرض التلاجة بقت سودة، وكأن الكاميرا فصلت لحظات معينة. وفجأة سمع صوت تك باب بيتقفل ببطء وراه. لما لف كانت التلاجة اللي دخل فيها الجثة مقفولة تاني، بس الجثة كانت جوه في نفس المكان اللي حطها فيه. اتجمد في مكانه وحس برعشة في جسمه، وهو مش قادر يفهم اللي حصل. الجثة دي ازاي خرجت؟ وهل كانت اصلا خرجت ولا كان مجرد وهم؟ في الليلة دي احمد قرر يقدم استقالته، وقالها بصوت واطي: الموتى لازم يفضلوا نايمين، وانا مش ناوي اصحي حد تاني. القصة التانية بعنوان صوت الجثة اللي بتضحك. داليا ممرضة كانت بتساعد في تحضير الجثث قبل نقلها من المقابر. شغلها كان صعب، لكنه كان مجرد روتين لحد الليلة دي. واحدة ماتت بجلطة، جثة لواحدة في الأربعينات، شكلها كان عادي جدا، مفيش أي حاجة غريبة فيها. داليا دخلت لوحدها علشان تنظف الجثة وتحضرها للدفن. كل حاجة كانت ماشية تمام، لحد ما سمعت صوت ضحكة واطية في المشرحة. وقفت في مكانها، قلبها بدأ يدق بسرعة. بصت حواليها، مفيش حد، كل التلاجات مقفولة وكل حاجة هادية جدا. قالت لنفسها يمكن تهتهت المروحة، أو يمكن مجرد تعب. لكن وهي بتكمل تنظيف الجثة شافت ابتسامة خفيفة ظهرت على وشها. داليا اترعبت. الجثة من دقيقة كانت ملامحها عادية، ازاي دلوقتي ضحكة؟ وفجأة الجثة فتحت عيونها. داليا صرخت، طلعت تجري بره. لكن أول ما طلعت للطرقة لقت زميلها واقف بيقول لها: ايه يا داليا، في ايه؟ انتي بتجري كده ليه؟ حاولت تتكلم، بس لما بصت جوه المشرحة لقت كل حاجة عادية. الجثة وشها كان طبيعي، مفيش أي ابتسامة، ومفيش حد فتح عينيه. من اليوم ده داليا بقت تخاف تدخل المشرحة لوحدها، وأقسمت إنها سمعت صوت الضحكة في ودنها أكتر من مرة بعد الليلة دي، حتى وهي نايمة. القصة التالتة بعنوان الباب اللي ما بيتفتحش إلا للميت. في مشرحة مهجورة في مدينة صغيرة كان في أسطورة معروفة بين العمال: باب المشرحة رقم 7 ما بيتفتحش إلا للميت. الموضوع بدأ لما المشرحة دي كانت لسه شغالة، وكان في غرفة قديمة مكتوب عليها 7. لكن الغريب إن الباب ده مقفول من سنين، ومحدش عارف مين اللي قفله أو ليه. كريم، واحد من الحراس اللي كانوا بيشتغلوا هناك زمان، حكى إنهم في ليلة كانوا بيعملوا حصر للجثث، لكن وهم ماشيين لقوا باب غرفة 7 مفتوح لأول مرة من 10 سنين. لما دخلوا الغرفة كانت فاضية تماما، مفيش أي حاجة، لا تلاجات ولا جثث، مجرد أرضية قديمة مليانة تراب. لكن بعد يومين حد من العمال اللي دخلوا الغرفة مات فجأة بأزمة قلبية. بعدها بأسبوع الباب اتفتح لوحده تاني. من يومها العمال بقوا يخافوا يقربوا من المكان ده، وقالوا إن كل مرة حد بيموت الباب بيتفتح تلقائي، وكأن بيستقبل جثة جديدة. بعد 3 سنين من الأحداث دي المستشفى نفسها اتقفلت، والمشرحة بقت مهجورة. لكن حتى دلوقتي اللي بيعدي من هناك بيحلف إنه ساعات بيشوف الباب رقم 7 بيفتح لوحده،
ويقفل تاني كأنه بيرحب بشخص جديد.